ورود حتى الآن، وهدف نظيف لوليد سليمان للنادي الأهلي في الدقيقة 12. ركنية تحمل طابع الخطورة لأنه في أكثر من لاعب بيجيد ضربات الرأس. اتلعبت على طول عند أسامة يلعبها عرضية جوه المنطقة، كوفي وهدف لنادي بتروجيت. مش معقولة يا جماعة، بقول لكم الركنية تحمل طابع الخطورة لأنه أكتر من لاعب بيجيد ضربات الرأس. طلع المدافع كوفي سدد براسه، تاخد إيد شريف إكرامي، يتعادل بتروجيت مع النادي الأهلي. عرضية أسامة محمد، رأسية كوفي، وهدف التعادل لبتروجيت. هدف ولا أغلى وخطأ ولا أفدح لدفاع النادي الأهلي، وأيضا معاهم شريف إكرامي. بص حضراتكم، أسامة محمد هو لعبها اضطراري جوه المنطقة، يلعبها التسلل موجود أم لا مش عارفها قوي، مش ظابطها قوي. كوفي طلع شريف إكرامي، لا كمل ولا وقف، خدت ايده وتهتز الشباك عشان يتعادل بتروجيت مع النادي الأهلي 1-1. وأول هدف يهز شباك النادي الأهلي هذا العام. لو كمل شريف إكرامي كان ممكن طلع وطار بالبوكس، لكنه على طول تاخد ايديه وتبقى هدف. خطأ دفاعي لعبه